انت كمان بتحسي ان الدراسه بتجيبلك توتر وبتخليكي مش عارفه تذاكري؟ انا كمان كنت كده لحد ما بدات اعمل 5 عادات بسيطه وصغيره فرقت معايا جدا. انا خلود، وفي الفيديو ده هشارك معاكم 5 عادات بسيطه قللت من التوتر، خلتني اركز اكتر واسرع، ورجعتني اركز في الدراسه. وعلى فكره احنا قريبين جدا من 10000 مشترك على القناه، فلو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه عشان نوصل 10000 قبل نهايه السنه دي. يلا بينا نبدا الفيديو. اول عاده هي اني ببدا يومي باني اعمل تو دو ليست لليوم، او كمان اجورنال بالحاجات اللي انا عايزاها تحصل في اليوم بالتفصيل، او بايه ورا بعضه بالوقت، كل واحد في الوقت المعين كذا انا هعمل كذا كده. اكيد فاهميني، عشان بس ابقى عارفه انا هبدا اليوم منين وهبداه ازاي، لاني انا لو مش عارفه ده بيخليني اتوتر ومش منظمه. فكره ان اليوم بجد مش متنظم دي اكتر حاجه بتوترني، دي اكتر حاجه بجد بتوترني، حتى لو حاجات بسيطه وصغيره. لكن لما اكتب كل اللي ورايا على ورق بحس ان انا شايفه اليوم قدامي، وده بيديني هدوء وبيديني تركيز اكتر ووضوح اكتر. وبصراحة التنظيم مهم جدا جدا جدا، وخصوصا في ايام الدراسة. التنظيم مع الدراسة هتضمنوا ان في نجاح، لانه اصلا اي حد ناجح التنظيم ده جزء اساسي من يومه، لان كمان من غير ما نكون منظمين هنضيع وقت كتير ومش هنعرف ننجز اللي ورانا. وفكرة ان انت طاقتك ما تنهدرش لازم يكون عندك خطة ومنظم ايه اللي هيحصل او ايه اللي انت عايز تعمله، عشان طاقتك ما تبقاش عارفين زي ما يكون بتصب في حاجه فاضيه، طاقتك هتكون مهدوره. وعلى فكره الفيديو الجاي هكلمكم عن ازاي بنظم يومي الدراسي، لانه قلت لكم انه بعتبره حاجه مهمه جدا، فاستنوه عشان هيكون مليان افكار عمليه تساعدكم. بجورنال بقى لما لو عن اليوم والتنظيم، لما التو دو ليست بتاعتي تبقى ايه عليها بس نقاط اساسيه. لكن لو عايزه حاجه تحصل بالتفصيل وبحب اكتبها بالتفصيل والوقت جنبها وهتخلص في وقت كام وابدا في وقت كام، بجد تفاصيل، فبعملها في الجورنال بتاعي. بتكون في ملاحظات مش عايزه انساها او باكد على نفسي بيها بحيث انها تكون كريمايندر ليا. العادة دي دايما بتكلم عنها، من كتر ما هي بتبان بسيطة جدا احنا بننساها، فانا بحب اكد عليكم فيها في الفيديوهات، وباكد على نفسي برضو انه قد ايه انها مهمة جدا وبتعمل فرق رهيب. وهي اني اول ما بصحى من النوم بشرب كوباية مية كبيرة. لما بشرب مية بجد بحس ان انا بقيت صحيت، عقلي بقى صاحي وبقى فايق، وبكون مستعدة ابدأ مذاكرة او مستعدة ان ابدأ اي حاجة ورايا في اليوم عايزة اخلصها من غير كسل. Welcome to this meditation session. Find a serene spot and settle in. Start by taking a slow, deep breath in. With each exhale, release any tension. العادة التانية هي اني بدل نفسي على الاقل 5 دقايق اتنفس فيهم، اتنفس فيهم واتأمل فيهم قبل ما يبدأ اليوم بجد، لانه بجد هو بيفرق جدا. ال5 دقايق لو حتى 5 دقايق دول هو بيفرق جدا في مود اليوم كله. بحس ان انا دخلت على اليوم وانا هاديه ومش متوتره. انا عارفه ان في ناس كتير ممكن اول ما بيسمعوا تأمل بيتخيلوا ان الموضوع صعب او محتاج وقت طويل، لكن لا، هو في الحقيقه ممكن يكون 5 دقايق بس، 5 دقايق بس في اليوم. التأمل بجد ساعدني ان اوقف دوشة الافكار اللي في دماغي شوية. والدراسات كمان بتأكد ان التأمل بيقلل التوتر وبيزود من تركيزك، ودي حاجة اي طالب في وقت الدراسة بيكون محتاجها.
العادة الثالثة هي اني بقيت اقسم وقت المذاكرة. يعني مثلا اني بذاكر 50 دقيقة وبعدين باخد 10 دقايق بريك. 50 دقيقة دول من غير موبايل، من غير distractions، من غير اي حاجة تشغلني، وبعديها 10 دقايق بريك، بقوم اتحرك، بقوم اشرب مية، بقوم حتى لو هقفل عيني 10 دقايق، انا بس عايزة اقفل عيني، اريح عيني 10 دقايق. الطريقة دي فرقت معايا جدا، لاني ما بقتش احس ان المذاكرة جبل كبير قوي عليا وانا لازم اخلصه، وانه حاجة كبيرة قوي على دماغي. فاهمين الاحساس ده؟ بالعكس، كل مره اخلص 50 دقيقه ده بيخليني احس ان انا انجزت انجاز صغير بيشجعني اكمل. الميزه كمان ان عقلك بيركز احسن لما يكون عارف انه هياخد بريك، بيكون عارف ان في وقت هو هيرتاح فيه، هيشتغل بطريقه احسن. وكمان البريك بيرجعك للمذاكره بطاقه اكتر، او بطاقه جديده متجدده. الطريقه دي بجد هتفرق مع اي حد بيذاكر، بيشتغل، مع اي حد بيذاكر او بيشتغل، خصوصا وقت الضغط اللي بنتعرض له للدراسة او وقت الضغط بتاع الشغل. جربوها بنفسكم وانتوا هتفهموا قصدي. العادة الخامسة دي غيرتني، وخصوصا وقت الدراسة، وهي اني اقفل السوشيال ميديا وقت المذاكرة. احنا كلنا عارفين قد ايه السوشيال ميديا بتسحبنا والموبايل بيسحبنا. انت بس بتكون داخل تشوف حاجة دقيقة واحدة، تلاقي تيك توك بيسحبك بالساعات، او انستجرام بيسحبك برضه ساعة ولا حاجة، فتلاقي الوقت بيمر وانت ما عملتش اي حاجه. فانا بدات قبل ما اذاكر خالص اني افصل الواي فاي خالص عن موبايلي، اديه مثلا لحد، مثلا لاختي او ماما، اقول لها ما تديهوليش غير لما اخلص، عشان انا عارفه نفسي ساعات عندي فضول ان انا اخش اشوف. الفضول ده هقول بس ثانيه، هخش بس اشوف ايه، مين بعت لي مسج، مين مش عارفه ايه، فاخش في حاجات تانية. فبديه لحد لو انا مش بعرف اتحكم في ده، او بحطه بعيد عني. الموضوع فرق جدا لان تركيزي بقى اعلى، والوقت اللي كان بيضيع بقى بيروح في انجاز حقيقي. وكمان العاده دي مش بس للدراسه، انا كمان بعملها في حياتي اليوميه. بقيت احس ان انا بقيت اهدى، مش متوتره ومش متشتته طول الوقت. السوشيال ميديا جميله وبتسلي، لكن لو سيبناها من غير ما نتحكم فيها هي هتسرق وقتنا وتركيزنا، ودي حاجه انا مش عايزاها خالص. فبقعد احاول دايما ان اتحكم فيها، والحمد لله مؤخرا يعني بقيت. كنت في الاول بس بتحكم ان اول ما اصحى بمسك الموبايل، والحمد لله اتغلبت على دي. بس كمان بحاول انها ما تكونش موجوده طول اليوم، او اني ما اقعدش اقضي وقت كتير قوي عليها في اليوم. بحاول بجد اتحكم فيها اصلا في حياتي، اني اقلل منها اصلا في حياتي. ودي كانت 5 عادات ساعدتني اني اقلل التوتر وازود تركيزي وقت الدراسه. جربوا اي عاده من دول وقولوا لي في الكومنتات ايه اللي يناسبكم اكتر. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان نوصل 10,000 مشترك قبل نهايه السنه دي. اشوفكم الفيديو الجاي.